مدرب صعب تدافع قدامه لكن مش صعب تهاجمه، صعب ما تستقبلش منه اهداف لكن مش صعب تسجل فيه، صعب تخرج بالكرة قدامه لكن مش صعب تخلق فرص ضده، صعب تحجم تحركات لاعبيه لكن مش صعب لعيبتك تتحرك بين وورا خطوطه. هو ده ايمن الرمادي اللي هيقابل الزمالك الماتش الجاي كمدير فني للبنك الاهلي. لو عرفت من اين تؤكل الكتف هتسهل مهمتك. انا عمرو شوقي وجاي اقول لك من اين تؤكل الكتف في حلقة جديدة من تكتكس. ايمن الرمادي في 37 مباراه مع البنك الاهلي مسجل 52 هدف، برافو، لكن مستقبل في 37 38 هدف، وده من اسبابه انه كتير بيفتح الماتشات، كتير بيهاجم بكل خطوطه، ما بيفرقش ما بين فريق كبير وفريق صغير، اي خصم عنده هو فريسه للضغط العالي والاستحواذ والكره الهجوميه، طبعا كلما امكن ذلك. فممكن تلاقيه بيلعب الاهلي وفي هجمه رايح 6 على 5 في ملعب الاهلي ويخلص الماتش 1-1، او يبقى متعادل مع الزمالك 1-1 والدقيقه 85 وتلاقي الزمالك رايح 4 على 4 وبيصنع فرصه محققه اهدرها عمرو الناصر عشان برضو الماتش يخلص 1-1، وبكده يكون الموسم الماضي قابل الزمالك والاهلي مره واحده وتعادل في الاثنين. مدرب كبير وفي الماتشات الكبيره مدرب تقيل، مش شرط يكسب لكن دايما بيعمل ماتشات مميزه، وعنده خط هجوم كله اكسات زمالك واهلي، احمد مدبولي يمين، مصطفى شلبي شمال، قدامهم احمد ياسر ريان مهاجم، وفي تحتهم رشاد متولي، وده صانع العاب مميز، عمل التمريره دي في المباراه اللي فاتت قدام ابو قير للاسمده وصنع انفراد لمدبولي كان هيبقى هدف، والرباعي ده قاعد له بره يوقع النور، وده في سرعته وتحركاته حكايه. هتلاقيه مثلا بينزل قال يعني نازل يستلم وفجاه يسرق الكل ويلف وفي لحظه تلاقيه منفرد وهيسجل، ولو قدمت دفاعك مره واحده هتلاقيه جاهز بسرعته ياخد الكره في ظهرك وينفرد والفينش بتاعه كويس. انا ممكن ما اخافش من مدبولي ومصطفى شلبي قد ما اخاف من رشاد متولي ويوقع النور، ولو اجتمعت تمريرات رشاد مع انطلاقات النور دفاعك لازم يكون مركز بنسبه 100%، ولازم تبقى عارف هتضغط عالي يا اما هتتلعب ليوقع النور في ظهرك يا هتتلعب على مهاجم يقوم بدور المحطه ويخرج الفريق زي ما حصل هنا مع اسامه فيصل، او زي ما حاولوا يعملوا هنا مع احمد ياسر ريان. وده اول درس. تاني درس، خط هجوم الرمادي فيه مركزيه كبيره، ممكن جدا تلاقي المهاجم نازل ورايح في ظهره جناح، سهل تلاقي لاعب الوسط 8 او صانع الالعاب هو اللي راح يهدف. فاكر استخدام ايمن الرمادي لاحمد قندوسي في سيراميكا؟ هو ده. عشان كده انت محتاج في الماتش ده لاعب وسط 6 حقيقي. هل محمود جهاد جاهز؟ هل احمد ربيع فورمه؟ هل شحات هيقدر يسد في المركز ده في الماتش ده؟ اجابه الكلام ده لازم تكون عند كابتن معتمد. ثالث درس، ان دفاع ايمن الرمادي ساعات كتير بيكون متقدم، وده معناه ان ده ممكن يكون ماتش شيكو بنزا، عارف بيفقد الكوره وهيفقدها لكن هو ده الخيار المتاح قدامك ولازم تستغله احسن استغلال. رابع درس، عليك بالتمريرات بين خطوط ايمن الرمادي، وقبل التمريرات بين الخطوط لازم لعيبتك اصلا تتحرك بين الخطوط وتطلب الكوره. والدرس الخامس، كتير من لعيبه الرمادي بتغلط وهي بتخرج بالكوره وسط الضغط، وده سواء كان خروج منظم او غير منظم، وياما الرمادي استقبل اهداف بسبب رفضه لفكره تشتيت الكوره. والزمالك نفسه لما ضغط على البنك افشل خروجه بالكوره كتير الموسم اللي فات. اخيرا لعيبه الرمادي بتكون مرتبكه شويه وقت التحول الدفاعي، وده كان واضح من بعض الفيديوهات اللي عرضناها، فلازم لما تخطف تكون جاهز للتصرف بسرعه، وده بيعزز فكره شيكو بنزا اللي اتكلمنا فيها. وفي النهايه ده ماتش مش سهل لكن مع جمهور الزمالك مفيش حاجه صعبه، استقوى بيهم وجعلها البدايه الحقيقيه للدوري.